خلي ربنا دائما في جانبك، اوعى تتخلى عنه. ليه؟ لان انت هتنتفع من هذه الجانبيه، مش هو اللي هينتفع، انت اللي هتنتفع. فيجب ان تكون انت احرص على مين؟ على انت. ولذلك يقول لك فلان انا حصل لي كذا ولم يقف بجانبي، ولم يقف. ولذلك يقول لك والصاحب بالجنب، والصاحب بالايه؟ بالجنب. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد انه يلتصق بمين؟ بمعيه الله، ويجعل ربنا في جنبه. ولذلك يقول لك اجعل ربنا في جنبك يا اخي. عشان ايه في جنبك؟ يعني ايه؟ تاخد خيره. ولذلك احنا قلنا زمان ان العبوديه كلمه مره، النفس البشريه ما تسترسلهاش. نقول له لا، هذه عبوديه البشر للبشر، انما عبوديتنا لله غير كده. ليه؟ قال لك لان عبوديه البشر للبشر السيد